في قلب شارع المعز دخلنا مجمع ابن قلاوون، والبوابة دي هتدخلنا فعليا لأول مستشفى نفسي في العالم، هنا في قلب المكان المبهر ده. انت أول ما بتخش هنا حقيقي يعني انت بتحس براحة نفسية. ودي الغرف اللي كان بيتعزل فيها كل المرضى. هنحاول كده نوريكم، كانوا بيخشوا هنا ويقعدوا ويستمتعوا. وهنا كان المريض ما بيدفعش مليم حرفيا، كله على حساب مين؟ السلطان ابن قلاوون. عشان كده احنا عايزين بقى نعرف برضه تفاصيل اكتر. بسم ازاي؟ الله، اخوكم حازم جابر، مدير اثار شارع المعز ومنطقه قلاوون بشارع المعز تحديدا. هنكمل كلام استاذنا ان احنا في مجموعه سلطان قلاوون، في جزء من المجموعه يسمى البيمارستان. بيمارستان اي مستشفى، بيمار مريض وستان ارض اول مكان. وتعد اول مستشفى للمرضى النفسيين في العالم على الاطلاق. من 800 عام تقريبا كان في اوروبا المريض النفسي يقتل او يحرق بدعوى ان بيجي او شيطان. هنا في زمن العزة كان يعالج المريض النفسي عن طريق اول شيء بنحطوه في بركه الماء الكبريتي. هنا كان المريض هو يجي من بره، غالبا جلده مش نظيف وما يهتمش بنظافه نفسه، يضعوه في بركه الماء الكبريتي اللي هي دي الفسقيه او الفواره. بيجيبوا المركب ريتين منين؟ الله، من حلوان، تنقل عن طريق الجمال، عن طريق القرب الجمال. خد بالكم يا جماعه، لاحظوا كمان المريض النفسي مش متزن، المكان مش عميق عشان ما يغرقش ومش حاد عشان ما يتعورش زي الجاكوزي دلوقتي. هنا العلم مع الايه؟ مع الرحمه يا شباب. ثم في الاركان دي في ناس بتقرا قران كريم 24 ساعه بالتناوب مع بعضهم البعض. يبقى المريض اول حاجه خلصناه من الارض الجلديه، سمع قران كريم، نوع من الاسترخاء والراحه النفسيه، ثم يتم عزله في غرف العزل. يقال ان هذه الغرف كان لها باب وشباك لكل مريض غرفه، تبطن بالجلد او القماش او الكتان عشان لا قدر الله جات له حاله برضه خبط ما يتعورش. خلف الممر خلف الاوضه غرف. اه اتفضل. الممر اللي فيه يمشي فيه الممرض او الطبيب، يساعد المريض يوديه المكان الحمامات اعزكم الله، ويهتم بيه ويشوف حالته وكده. المريض النفسي ده كان جزء وحيد. احنا عندنا جزء المختلين عقليا في الوثيقه بتاعتنا، كان في جزء ثاني خاص بامراض البطنه، وفي جزء ثاني خاص بالكحالين، صناعه الادويه وغيرها، او امراض العيون اللي قلنا عليها. لما ابن خلدون جه مصر هنا قال لي على مصر، قال لي على المنظر ده، قال: من لم يرى القاهره لم يرى عز الاسلام، ان مدينه القاهره وحدها تعادل كل اوروبا مجتمعه، واطلق على بلد الالف ميدانها الالف مسجد. طيب، من الطرائف واللطائف اللي هنتكلم فيها معانا بعض، المؤذن اللي كان بيتكل المؤذن غالبا هنا بيختاروا اعمى يا شباب. اللي يعرف هنقول حاجه حلوه قوي في التعليق بتاعنا، ويبعت الرسالة، يبقى فيه هديه كويسه من الاستاذ محمود. ايه بقى؟ انا معاك. 3 حاجات. اول حاجه الجزء العالي جدا، مريض الناس اول حاجه لابد المؤذن يكون اعمى، عشان اول حاجه ما يخافش من الارتفاع طبعا. لان بعضنا يجي له الفوبيا. سبب اجتماعي عشان يكون ليه وظيفه يحفظ لها ماء وجهه من سؤال الناس. السبب الديني اللي هو فوق حواليه بيوت المسلمين ما يشوفش عورات البيوت. ده جزء من كل، هنشوف حاجات كتيره جدا في المجموعه. تعالوا شارع المعز وخاصه مجموعه قلاوون، وهنشوف حكايات وحكايات وحكايات. دمتم في رعايه الله وامنه. انا عايز استاذن استاذ حازم، الدكتور حازم، اوريكم بس حاجه. تخيلوا ان انت هتخش مجمع ابن قلاوون ونجم الدين ايوب وقصر بشتاك وقصر بيشتاق وخنقات برقوق. وكمان السلطان باروق. كل ده بتذكره بكام؟ ب 20 جنيه بس. يا جماعه الزياره مفتوحه وكل هتدفعه، بس هات معاك الفيزا وهتخش اكتر من 8 اماكن تقريبا. 8 اماكن. 8 اماكن. هتطلع صوره وصول القاهره كمان هتقدر تطلعوا كمان. آه. كل ده ب 20 جنيه، هتدفع بالفيزا. ده للمصريين، والطلبه المصريين برضو ب 10 جنيه. والتذكره الاجانب بتبقى اغلى شويه. ولكن عايز اقول لكم حقيقي يعني المكان مبهر جدا جدا جدا. نشكرك. وكمان بناكد اسيادنا اللي فوق السن دول مجانا، يعني فوق 60 سنه، ما عدا يوم الجمعه والعطلات الرسميه بيجوا عندنا ينورونا ويشرفونا مجانا تمام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتور. تحت امرك، تحت امرك.